اخوكم السويق يحدثكم من ابو رواش. النهارده الحقيقه دبيت مشوار جامد علشان عربيه مهمه، وهي الفولكس فاجن التجوان في جيلها الثالث بعد مبيعات تخطت ال7 مليون عربيه على مدار جيلين من سنه 2007. يعني دي من اهم العربيات الالماني في فئاتها. العربية مكملة بنفس الموتور ال 1400 توربو بقوة 150 حصان وعزم 250 نيوتن متر عند 1500 ار بي ام، لكن مع فتيس دي اس جي جديد 7 سرعات. الكود بتاعه دي كيو 381، وده فتيس وات يعني فيه تزييت للتبريد. فولكس فاجن حاطين النهارده الجيلين التاني والتالت جنب بعض عشان تعرف الفروقات يعني. طبعا العربية واضح ان هي يعني خدت كام حاجة من العربيات الاي دي الكهرباء. لأول مرة بنشوف الستريب الممتد بعرض العربية ده طبعا عمرنا كنا بنشوفه في عربيات فولكس فاجن البنزين. وبرده الشبكة موجودة تحت، الحتة اللي فوق دي مقفولة. الجانت الجديد ده 19 255 على 45، وجانت 2 تون. اللون ده يمكن مش باين قوي بس هو ظريف. العربية كمان فيها هنا شنطة كهرباء، ممكن نجرب نفتحها. أكتر من 650 لتر تقريبا. من جوه تأثير الأي دي مكمل برضه الحقيقة. ندورها بدل ما هي قديمة كده. لذيذ الباترن الجديد ده والإمبينت لايتنج مكمل لحد ورا كمان. اهم التغييرات طبعا التكييف بقى تحت والشاشه بقت فوق. الشاشه دي 12.9 انشز وديجيتال كوكبيت كبير. المهم الشاشه طبعا هنا بتتحكم منها في اغلب وظائف العربيه، والفتيس هنا ما بقاش موجود، فتيس نقل بقى هنا زي عربيات الاي دي كهرباء. في هنا النوب دي حاجه تحكم فيها مالتي فانكشن، بتتحكم حاجات كتير منها من الصوت والدرايفنج مود والكلام ده كله. ممكن تظبط كمان لون الامبيانت لايتنج اللي ممكن تختاره ما بين 30 لون. من التاتشات اللي عجباني الحقيقه دي النور بعد كده. اعتقد السان روف برضو بتقفله بنفس الطريقه. الكراسي اللي في العربيه كمان جديده اسمها ايرجو اكتف، وهي كهرباء وفيها ميموري وفيها مساج، يعني تقدر ممكن تشغله لحد نص ساعة. مش فاهم انا نص ساعة دي خلاص اكون نمت يعني. بس طبعا شغل لذيذ. مساحات ورا مش وحشة المساحات. في تحكم هنا في الحرارة بتاعت التكييف، تكييف دراي زون. ساوند سيستم اللي في العربية كمان 8 سماعات مع بانوراما. سعر تيجوان ار لاين الرسمي 2 مليون و390 ألف جنيه.